السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخوي. أنت جل محمد السوداني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه، أنا أحمد مو محمد، أنا أحمد السوداني. مرحبا مرحبا يا أحمد، مرحبا والله مزهلا. إيش بلاك يا أخوي؟ ترى المطار أظن إنها فتحت يا أخوي. أنت والله هبطيت. ما تبي الدين يا أخوي، ترى الحلال لحاله والدنيا حويسة أنت غلطان في الرقم يا أخوي، أنت غلطان في الرقم. أنا أحمد لكن ما عندي أي علاقة بالسعودية ولا حصل. يعني صح جيت زمان بس ما عندي أي علاقة بالسعودية حاليا. والله يا أخوك ماني بغلطان، وإن كانك تبي تسحب علي وتبي تاخذ دراهمي والله الشكوى لله يا ولد. عن حتى صورتك إنها نفسها يا ولد. أوكي. أتكلم، ما بعرف أتكلم لهجة خليجية لكن أتكلم معاك باللغة العربية الفصحى، عسى ولعل أن تفهم يا رجل. عليك ولا أي شيء. أنا ما حصل، لم يحدث قط أن اشتغلت بالمملكة أو قابلت رجلا أو أخذت منه دراهم. هي بيت مسوي استاذ عرب، مسوي لغة عربية، ها تبي تسوق على أمنا صح؟ ها والله الظاهر إني خطيت يا ولد في الرقم، بس ما هي مشكلة. أنت إذا إن كانك تبي تشتغل عندنا في السعودية مع الحلال، وما هي والله إنها ما غير 7 نياق وحاشين. جل أنت من وين في السودان وتعرف للحلال؟ أنت بدوي ولا أنت حضري ولا وش؟ لا بأس يا رجل، الخطأ معنا والنسيان معنا، وهذه طبيعة الإنسان. لكن حري بك أن تعرفني على نفسك أولا. قلنا والله نبي أنت قال سوداني ولا أنت أفريقي ولا وش قومك يا ولد؟ أنت تتكلم معي، ترى السواد خويانه وإنهم والله إنهم يتحطون على الرأس. أنا لو اتكلمت معاك بالسوداني أنت يمكن ما تفهم كلامي، لأنه أنا بتكلم سوداني، لهجتي مختلفة عن لهجتك، وأنا ما أعرف أتكلم لهجة سعودية. أنا ما أعرف أتكلم لهجة سعودية، فأنت ما حتفهم كلامي، فأفضل أتكلم معاك باللغة العربية. عادي تتكلم لهجة سودانية. إن السوادنا يا أخوك إن درسونا وإنهم معنا في السعودية يمكن قبل لا تتولد أنت، وقبل لا تولد أنا. لا عاد تفهمني غلط ولا شيء. طيب تمام، أوكي. منو أنت أول حاجة؟ أنت منو ومن وين سالفة أصلا؟ يعني في زول شال منك دراهم والله يا مندز لا في حدا ماخذ دراهمي، ولا إني أدور له على راعي ولا أي شيء، والأمور طيبة. وإن واحد من أخوياك أدور في أخوياك عاد وشوف من هو اللي عليها وكلمني، وإني أبي أروح لي ساعتين أستغفر الله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والله يا غيتو لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حاسس إنه الموضوع فيه، يعني عارف إنه الموضوع ده مقلب كويس، وعارف إنه في زول بيكون يعني، لكن المشكلة أنا عندي 3 أنفار في السعودية، فأنا شاك في نفرين، يا إما حبيب يا إما أحمد أو رماح. ده لغايته 3 عندي هناك في السعودية، فأنا عارف إن الموضوع مقلب. الشريف لا حول الله. الشريف ود البشير يا. والله هذا الرجل يعني هو صديقي وحبيبي وأخي، ويعني والله يزول ده بيعني لي كثير يا أخ. والله أنا ما عارف هو هسي معاك ولا ما معاك، لكن بس أنت لما تلاقيه بلغه تحياتي وقول له يعني إنه أنا بحبه شديد وطولت منه جدا. عشان كده أنا ما ذكرته مع الناس. حبيب وأحمد ديل طبعا أولاد عمتي، هم في السعودية. ورماح ده بيعرفوا الشريف ذاته، بيعرف رماح، هو برضو كان صديقنا في المدرسة وكده.
فالمهم الشريف ده عليك الله بس بلغه تحياتي، يقول له انه يعني احمد بيسلم عليك شديد، وقول له انه المقلب كان مقلب يعني مقلب عجيب والله بجد يعني. والله يا أخوك إني أجيد اللغة البدوية السعودية وإني أحبها مرة. ويا أخوك ترى اللي مرضي طيبة أمشي. طبعا الله منجز يحلى يا الله يلعن ابليسك يا حيوان. والله انت حيوان، اقسم بالله انت حيوان يا ولد. كيف كيف يعني بس كيف اقنعني بس انا شايف في قنبور في راسي ولا حاصل شنو؟ كيف عملتها؟ كيف يعني؟ لا بجد داير افهم كيف. اول حاجه ذاته الفكره المجنونه دي كيف انت ذاتك فكرت بيها؟ نمرة اتنين كيف انت قلدت اللهجه بالطريقه دي؟ وليه غيرت صوتك؟ انت يا مان ده شنو ده؟